السلام عليكم. ازيكم؟ لو عندك ولد تتعاملي معاه ازاي علشان يطلع راجل مسؤول وفاهم معنى الرجولة صح؟ رقم واحد، ما تربيهوش على الاعتمادية وعدم المسؤولية. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش يبقى قاعد وكل اللي حواليه يخدموه علشان هو الولد. لازم يشارك في مسؤوليات البيت، زي انه يرتب اوضته، يجيب حاجة البيت من بره، يشيل مكان اكله. ما ينفعش ياكل ويسيب الاكل او ينادي على حد يشيله. الحاجات دي تبان بسيطة لكن هي اللي بتطلع الولد مسؤول أو اتكالي. ما تخليهوش يعتمد عليكي في كل حاجة، في اختياره للبسه، لمدرسينه، في ترتيب جدوله، في أبحاثه المدرسية. يعني ما ينفعش يبقى الولد في إعدادي أو ثانوي وأروح أنا أعمل البحث المطلوب منه في المدرسة. بلاش تفرقي بينه وبين اخواته في المعاملة علشان هو الولد أو علشان هو الكبير، علشان انت كده بتطلعي شخص أناني، أنا ومن بعد الطوفان. ما تربيش ابنك على الجفاء العاطفي. يعني ما ينفعش تقولي له انت راجل ما تعيطش. الراجل اكيد عنده مشاعر كمان. انا كده بعلمه ان البكاء ضعف وانه ما يتعاطفش مع اي حد حواليه. علميه ثقافة الاعتذار وان الاعتذار شجاعة مش ضعف. علميه ان الصدق من الرجولة وان الكذب ضعف وجبن. علميه انه ياخد قرار ويتحمل نتيجة قراراته. لما يبقى في مشكلة مثلا في المدرسة ما تتصدريش انت وتحلي له المشكلة فورا. سيبيه يتعامل وخليكي في الكواليس وشوفي اخره ايه. وما تتدخليش الا لو الموضوع كبير ولازم تتدخلي. لو حب يساهم بشيء من مصروفه في البيت، ما تقوليلهوش لا خلي فلوسك معاك. سيبيه يصرف لان ده هيحسسه بالرجولة والمسؤولية. خليه يلعب الرياضات الرجولية زي السباحة والرماية وركوب الخيل، والرياضات الموجودة دلوقتي زي الكونغ فو والايكيدو والكاراتيه. خدي رأيه في بعض الامور اللي تخص البيت. علميه مهن الرجال، يعني هو اللي يقف مع السباك مع العمال وهو اللي يفتح الباب وهو اللي يحاسب. علميه يكون حنين على أخته ويقف معاها ويحتويها في وقت ضعفها، ويخدمها كمان لو تعبانة. علميه إن الراجل ما يمدش إيده على بنت. السلام عليكم.